مشروب كلمة سحر دي قليلة عليه. المكونات بتاعت المشروب اهو، بنجيبها من عند اي عطار، مش غالية خالص. هتخسوا عليه في رمضان مش اقل من 20 كيلو اقسم بالله، لو عملتوا اللي انا قلتلكوا عليه، ولو عملتوا المشروب بالطريقة اللي انا قلتلكوا عليها. ومادام معانا مكونات يبقى هنجيب الترابيزة ونقعد على الترابيزة ونحضر المكونات ونعمل ده كله. بس قبل ما نبدأ الفيديو بقى متنسوش اللايك والسبسكرايب، عشان سلسلة فيديوهات العيد كلها تحفة، ماسكات وحوارات بقى ووصفات، كل دي عن تجربة. يعني دي احنا مجربينها شهر ونص، ودي النتيجة، ودي اللي خلاني اطلع اقول لكم فيديو. فيلا بقى عشان متحمسة جدا احكي لكم ايه المكونات دي وازاي بنعملها ومين اصلا خس عليها، واحكي لكم كل التفاصيل دلوقتي. يلا بينا. ازيكم؟ الوصفة، وتعالوا نشوف ايه الوصفة. طبعا الوقت الفني حصل، مش هنقعد على الترابيزة وهنضطر نقعد على الكنبة، فاستحملوني وحطوا لي لايك عشان الوصفات اللي جايه كلها اقول لكم عليها واقول لكم جربتها ازاي. احكي لكم قبل ما اقول لكم ايه الوصفة دي، مين اللي جربها وجربها ازاي. مامتي كانت مش بتحكي حاجة، كانت هتقع، حاجة كانت هتقع. مامتي كانت ايه، زيها زي اي حد، ما بتحبش تعمل دايت وكانت عايزة تخس. فحد قال لها على الوصفة دي او هي شافتها في حتة وقالت هجربها بجملة الوصفات اللي جربناها قبل كده كتير. ويعني لو ما نفعتش عادي، هي كده كده حاجات من عند العطار مش هتضرني، يعني مش برشام مش دواء، فاجربها عادي. المهم جابت الوصفة وكانت بتاكل معاها، اللي هو بقى ماما داخلة عناد بقى مع الوصفة، اللي هو لو فشلت مش عشان انا باكل، لا عشان هي الوصفة مش حلوة. فجابت الوصفة دي والمكونات دي من عند العطار وكانت بتاكل، ما شاء الله في شهر ونص خست 10 كيلو. في شهر ونص، وكانت بتاكل ليل نهار عادي، غدا فطار عشاء، وكنا بناكل بالليل وكل حاجة. فما بالكم بقى انتوا لو جربتوها في رمضان ومشيتوا عليها 30 يوم بتوع رمضان، انتوا هتخسوا اكتر من ال 20 كيلو عن تجربة. على الكلام ده بقول لكم عن تجربة اقسم بالله. فالوصفة اهي، المكونات سهلة، تعالوا بقى نشوفها واحدة واحدة ونخلطهم مع بعض ونعملهم كمان. اول مكون معايا وهو بذور الشيا. بذور الشيا دي يا جماعه انا قريت عنها ان هي فيها الياف بتنفش في البطن فما تحسسكيش بالجوع. ليها فوائد تانية للتخسيس، طبعا هسيبها لكم على الشاشه عشان انا مش فاكراها هي ايه، ولكن اكتشفت يعني ان هي فعلا فعلا من الحاجات اللي بتخسس جدا. هتروحي عند العطار فتقولي له عايزه ب 10 جنيه ب 20 جنيه المتوفر، وركنيه في البيت. وهقول لكم برده ازاي بنحط في الكوبايه عشان ليها مقدار معين، وازاي بنشربها وشكلها بيبقى ايه اصلا في الكوبايه. تاني حاجه عندنا هي دي، لا بلاش دي دلوقتي، استنى. دي الصمغ العربي. الصمغ العربي ده هو دلوقتي بودر قدامك، شايفين كده بودر اهو. لكن انت ممكن تجيبيه من عند العطار، بيبقى شبه الزلط كده شويه، وتطحنيه انت في البيت. قولي للعطار عايزه باقل حاجه صمغ عربي، ويبقى اقل فلوس بذور شيا. يعني مثلا اقل حاجه ب 10 جنيه، طب هات ب 10 وهات ب 10. هنجيب ونخلطهم على بعض. طيب تالت مكون معانا اللي هو ده، دي قرفة. القرفة طعمها بيبقى باين شوية في الوصفة، ممكن نعصر ليمونة اي حاجة، بس حرفيا بتحرق الدهون بطريقة لا تتوقعوها. وبرضو هسيب لكم فوائدها قدامكم. نيجي بقى للمكون السحري ده، ده اللي غالي شوية. الكيلو منه ب1000 جنيه، ولكن طبعا احنا مش هنجيب ب1000 جنيه. 1000 جنيه ايه واحنا لاقيين ناكل اصلا؟ فهنجيب مثلا ب50 جنيه، واصلا ابو 50 جنيه ده هيكون يا دوبك حبة صغيرين. فهنخلطهم على الوصفة. يبقى كده الوصفة بتاعتنا 4 مكونات احفظوهم: قشور سيليا، بذور شيا، قرفة، وصمغ عربي. الصمغ العربي ده مش لازم ان احنا نجيبه اللي هو مطحون، ممكن نجيبه صحيح كده واحنا نطحنه في البيت او ندقه. يعني انا لما كنت بعمل الوصفة مع ماما قبل كده كنت بجيبه صحيح وبحطه اصلا في الكوبايه صحيح، هو كان بيدوب لوحده. فدي الوصفه بتاعتنا، هنخلطهم على بعض. مش لازم المقادير تبقى متساويه، بس يعني نوازنهم برضو واحنا بنخلطهم على بعض كده. القشور السريع مش لازم نجيب منها كتير، احنا نجيب حبه صغيرين يكفونا، هي هتقوم بالواجب وكفايه. فتعالوا بقى نخلطهم ونشوف هنعملهم ازاي، عشان لازم نحط بمقدار معين في الكوبايه. نبدأ بقى ان احنا نخلطهم كلهم في كيس واحد عشان نقلبهم واشرب منهم بقى في رمضان والفترة الجاية. فهنحط كلهم بقى كده في كيس واحد. يا رب ما وقعش تحت على الارض عشان امي ما تقتلنيش. استنوا بقى، فضينا كده اول حاجة اهي. يا رب بس ما يتبقاش في اكياس كتير، عشان الحاجات دي والله يا جماعة سحر سحر سحر. انا اصلا بذور الشيا دي اللي انا بفضيها دي بعملها على الديتوكس، بتبقى حوار بجد، بيبقى طعمها حلو قوي. انا بحبها الصراحه. هي ملهاش طعم، يعني هي بتقرمش كده في البق. في ناس بتقرف منها. استنى،
بالنسبه بقى الناس اللي مش بتحب القرفه، ممكن ما تحطوش القرفه كلها، تحطوا حبه صغيره من القرفه، مش لازم يعني تحطوا القرفه كلها. يعني انا اصلا القرفه اللي معايا دي هحط نصها، القرفه دي كلها هحط نصها بس، انا حره، انا ما بحبش القرفه. فممكن لو انت ما بتحبش القرفه وانت ما بتحبيش القرفه تحطوا برضو ايه نصها، هتقوم بالواجب وزياده. ونعمل اي حاجه بقى يعني، نبقى ناس حلوين كده ونخس شويه بدل ما احنا تخين كده، عشان التخن وحش قوي. انا مش قصدي اذلكوا والله لا تزعلوا مني، انا بهزر معاكم. استنى، انا كمان تخينه والله، كلنا تخينه، يلا ما تزعلوش. اللي من غير قرش ايه، اللي من غير كرش ما يسواش قرش يا جماعه. استنى، حط نصها، ريحتها وحشه بس يلا كله يهون بقى. وكده خلطنا المكونات، نقعد بقى ان احنا نرج فيها كده زي ما كاننا بنرج الايه، الفيجيتار بتاع البانيه كده، واحنا واقفين بقى نقعد نحمر وناكل لحد ما تخنا. وبعد كده بقى تعالوا بقى معايا، هحط في الكوبايه واوريكم بحط قد ايه. انا مش عارفه، ده تقريبا هعمله على الترابيزه واصور بقى، امسك الموبايل بايدي وانا بصور. وبعد كده هصبه بقى في كوبايه، طبعا بنصب عليه ميه سخنه، واوريكم القوام بتاعه بيبقى عامل ازاي. اللي وصل لحد هنا وما عملش لايك انا مش مسامحاه، انا مش مسامحاك يا اللي بتتفرج عليا. اعملوا لايك وسبسكرايب عشان الوصفه دي لما تجربوها هتجروا بعد كده ورا وصفاتي، مش هتلاقوا القناه عشان هكون زعلت منكم. فاعملوا لايك وسبسكرايب يا جماعه. تعالوا بقى نشوف دي هنحطها في الكوبايه ازاي. العطل الفني استمر، فقعد على الكنبه. هنجيب كوبايه مج شبه ده كده، يعني انا بوريكم الحجم، يعني انتوا بقى لو شربتوا مج اكبر يبقى هتحطوا مثلا معالق اكتر. ونجيب معلقه كده، المعلقه دي يا جماعه كنا كاتبينها في مربى فيتروك، يا رب اكون قلت الاسم صح عشان مش فاكره اسمها ايه. فدي كنا كاتبينها، لو المعلقه انتوا مش كاتبينها في المربى فالوصفه مش هتنفع للاسف. المهم بقى، هنجيب في الكوبايه دي، استنوا، ادي معلقه، معلقه اهي شايفينها، واحده كمان، واحده كمان، ما تستخسروش في نفسكم عشان تخسوا. وادي المعلقه التانية، كده معلقتين. هروح بقى اسخن الميه واجي اوريكم القوام بتاعه، او المعلقتين دول هيعملوا ايه في الكوبايه، عشان تشوفوا هيعملوا ايه في معدتكم دلوقتي، او هيعملوا ايه في بطنكم. ففعلا هتحسوا ان انتوا مش جعانين، اللي هو ايه ده، لا اله الا الله سبحان الله انا مش جعانه. على فكره انا كاتبه على ايدي ده كنت كاتبه حاجه عشان اقولها لكم في الفيديو، عشان ابص كده في ايدي واقولها لكم، بس يلا انتوا خلاص كده قفشتوا السر عشان بنسى انا كنت هقول ايه. تعالوا بقى نغلي الميه ونحطها هنا ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. 2000 years later. انا جيت، وادي المشروب بتاعنا، رايحه جايه على المطبخ، وانتوا تيجوا تاخدوا النتيجه وخلاص وتشوفوا النتيجه في الاخر. اعملوا بقى لايك وسبسكرايب كده عشان التعب اللي انا بتعبه معاكم. بصوا بقى الوصفه عامله ازاي، تحسوا كده ان هي هتبقى عامله زي الجيلي، كل ما تقعد شويه هتتقل. طب هتتقل ليه؟ عشان الالياف اللي فيها دي بقى. تاخدوها في رمضان امتى؟ بعد الفطار على طول، انتوا فطرتوا على التمر او البلح، خدوها مع شوربه لسان عصفور سلطه، وبعديها بساعه ابداوا ان انتوا تاكلوا. طيب ايه اللي هيحصل؟ بطنكم هتملي بدي، هتنفش كده في بطنكم، فهتحسوا ان انتوا شبعانين فهتخسوا. طيب ليه ما ناخدهاش على السحور؟ عشان انتوا كده كده الصبح اصلا صايمين، فبلاش ناخدها. طب افرض بقى احنا بره رمضان، هناخدها امتى؟ لو احنا بره رمضان هناخدها قبل الاكل بساعه. والله انتوا اصلا هتجربوها في رمضان، هتكملوا عليها بعد رمضان، هتكملوا عليها مدى الحياه، ولا بقى دكاتره ولا براشيم ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها. اقسم بالله ماما كانت بتاخدها شهر ونص، شهر ونص، وكانت بتاكل مشوي ومقلي وكل حاجة بالليل والصبح، وكانت خاسة 10 كيلو في شهر ونص. احنا في رمضان وصيام، فما بالكم بقى هتخسوا قد ايه. وبس كده، دي كانت الوصفة بتاعت النهاردة. الوصفات بقى اللي جاية في شهر رمضان حوار لوحدها، يعني الوصفة دي اقل حاجة فيهم يعني بجد. ما بالكم بقى الوصفات اللي جاية، شعر وبشرة بقى، وهتبقي عروسة في العيد، عروسة بس كده. متنسيش بقى اللايك والسبسكرايب عشان تشوفوا كل الوصفات اللي جايه.